استاذ اشرف حنيجي طبعا رئيس جامعه السويس النهارده كان اللواء صفوت الديب طبعا النهارده كان في رحاب جامعه السويس وتحدث كتير عن طبعا مصر وتوعيه لابنائنا. كلمنا النهارده ايه؟ الحقيقه جامعه السويس بترحب بالساده الضيوف النهارده، سياده الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وسياده الاستاذ خالد السعداوي السكرتير العام للمحافظ. واحنا دايما في جامعه السويس بنرحب بكل الزائرين في ضوء منظومه من الندوات التوعويه لشباب جامعه السويس وشباب مصر. الحقيقه النهارده كان معالي اللواء صفوت مدير أكاديمية ناصر السابق، وطبعا هو معروف بوطنيته الشديدة وعنده ثروة من التاريخ العظيم لمصر. فكلم النهارده الطلاب عن تاريخ مصر الحديث، وازاي ان احنا نفتخر كمصريين ان احنا من هذه السلالة المصرية النبتة الطيبة الأصيلة اللي ما فيش حاجة بتهزنا أبدا، لا زيادة أسعار ولا ظروف اقتصادية ولا لا أبدا. احنا بنظهر في المواقف الصعبة. النهاردة في جامعة السويس الحقيقة كان ملحمة من المنظومة اللي موجودة، شباب وأعضاء التدريس وكله كان قاعد منصت للمحاضرة. عرفنا تاريخ مصر الحديث بدقة، وده بيدعو الشباب انه يبقى عنده حافز في التعايش مع الظروف الحالية. واحنا كلنا شايفين ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي له مواقف حازمة، وانه قرر مرارا وتكرارا ان تهجير الفلسطينيين وخصوصا الى مصر خط احمر. نحن بندعم كل قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنرحب في جامعة السويس بكل الندوات التوعوية في سبيل وصول مصر الى مكانة متقدمة في السنوات القادمة ان شاء الله. بالتوفيق يا دكتور، بالتوفيق.